قالوا لي الصوت هنا ممكن شويه عشان مش سامعها. مشكلتي ان يعني انا جوزي مهندس كبير مهندسين، وبعدين قعد فتره من العاش، ساب شغله معاش، يعني طلع معاش، وقعد حوالي سنتين او سنه ونص من غير شغل، وفضلت ادعي له ان ربنا يكرمه، وجات له شغلانه كويسه في شركه استثماريه عقاريه. وبعدين فوجئت ان هو اتغير من ناحيتي. يعني احنا متجوزين بقالنا 31 سنه، وعندي ولد مهندس وبنت دكتوره متجوزه ومعاها طفل صغير، وبنت في كليه تجاره انجليش، ويعني حياتنا كانت مستقره جدا. فوجئت ان هو ما بقاش طبيعي. يعني لقيت رسائل على موبايله، وبعدين يعني واجهته بالحاجات ديت، وقال لي دي حاجات مجاملات وحاجات عاديه، وهو معاه سكرتيره مطلقه في الشغل. الو، معاكي والله، انا بس مش عايز اتكلم الا لما تخلصي. انا مش عارفه اعمل ايه. هو على وشك ان هو يرتبط بيها او يتجوزها، فانا باخد مشوره حضرتك. اعمل ايه يعني؟ لا سمعيني الجمله تاني بتاعت اتجوزها. هو اتجوزها فعلا؟ لا، ما اتجوزهاش. وانت متاكده ان الرسائل اللي على موبايله بتاعت السكرتيره المطلقه؟ بتاعتها. انت عرفتيها يعني الحكايه؟ وقال لي ما اشيلش صورتها عشان هي منزله الصوره بالرقم بتاعها. هو عنده كام سنه الباشمهندس؟ عنده كام سنه؟ عنده 64 سنه. 64. وهي عندها كام الكتكوته؟ 30 سنه. ايه؟ عندها 30 31 سنه. 30 وبتبعت رسائل لجوزك 64. جوزك بقى رياضي وجسمه حلو وبتاع؟ بنتي، هي زي بنتي، بعتبرها زي بنتي. استنى، بالراحه. انا هقول لك تعملي ايه، وهقول للشابات ده انت. أيوة. انا يعني هقول لك كلام قاسي شويه عشان اللي عايز يكتب كلمتين، عشان اللي عايز يكتب كلمتين افهمي بس، افهمي. شوفني في البيت، يعني انا زي ما اكون شاب عندي 30 سنه. طبعا، امال ايه؟ العين عليكي برد. انا خدمت ابوه وامه واخواته. طيب العمر كله وبيتي مفتوح. طيب اسمعيني بس، اسمعيني. ايوه حضرتك، انا سامع حضرتك. بشكرك الاول عشان اعرف اتكلم كده. انا ما قطعتكيش، اشهدي بس. انا قطعت عليكي؟ ما حصلش. الراجل اتغير وانا لسه صغيره، واللي يشوفني مع اني كبيره يديني 15 سنه. هي كلمه مش هقولها لاني غلط. الغلط ما اقولوش، لكن انتوا عارفينها. هي يقولها الف ولام وبعدين غين وحشه كده وبعدين يه. والله ما انا مكمل. دي لا يمكن تكون. اقول انا الصح بقى. انا كنت زمان قلت قصيده شعر من 22 سنه، كان اولها كده: غيري علي من الانسام تجرحني. دي اسمها البحث عن النكد. الراجل اتعين عنده سكرتيره بقى، بغض النظر مطلقه، ممكن تكون زوجه كمان وعندها 3 4 اولاد وبتاع، ممكن تبعت له في مناسبه عيد سعيد ولا حاجه. 64 سنه زي ابوها. وارد يبقى 64 سنه واهبل وكانه عنده 24 ومراهق، وتعود المراهقه في دمه من جديد. وارد كل ده، لكن انا يهمني البيت مستقر. تيجي بقى رساله تروح رساله، هتقف كل الرسائل. العاقله الممتازه تنسى ان جوزها معاه موبايل، وتعنى باستقرار البيت، انه راجع، وهنا قبلته، وهنا كعبته، وهنا مقره، وهنا مثواه، مش الاخير طبعا. الدنيا بكده بتهدى قوي، لاني واجهته. تواجهي مين؟ انت مش محكمه. انت مش تصدقتي لما الناس تقول لك المحكمه، الحكومه، ده بيهرجوا. انت مش محكمه. تواجهي مين؟ وتقل بقيمتك وبقيمته. بتواجهوا بعض بايه؟ بعلم عندكم ولا بموبايلات ورنات ورسايل وقاذورات؟ تواجهوا بعض بايه؟ بس عايز اقول نصيحه، زي ما قلت ركزوا معايا. البيت اهم حاجه يكون مستقر. ما تتخيليش انه هو لجأ لسكرتيره. ممكن جدا البنت دي تكون عارفاه سكرتيرته، يعني هو راجل مانجر، يعني راجل مدير. ودايما في ثقافتنا وعوايدنا ان اللي بتبقى تحت، او كل واحد بيبقى تحت، بيبقى باصص للكبير ده على انه هو سبب اكل عيشه، ويقول لك انا مؤمن بالله برضه، ربنا جعل لكل شيء سبب، يعني انا لازم ارضيه، انا لازم اعمل، وحاجات زي كده. اللي بيحصل لما بنفتش في الحاجات دي زي ما قلت لحضراتكم كده، بتتقل قيمتنا. والحاجه التانيه ان اللي ممكن يكون ثانوي بيبقى اساسي. يعني لو هو بيفكر فيها
كل ما يروح الشغل انت جبتها له لغايه البيت بشطارتك، خلتيه بدل ما هو قاعد بيفكر في القرشين اللي قبضهم وفي الايام اللي كانت وفيه